الحسن السعدي، عضو المكتب السياسي ورئيس الشبيبه التجمعيه. هذا المنتدى رقم 9 اللي كينظموا التجمع الوطني الاحرار وكتنظموا المنظمه الوطنيه للمنتخبين التجمعيين باش تواصل مع عموم منتخبي الحزب داخل هذه الجهه. دي جهات مراكش اسفل اللي عندها مؤهلات سياحيه وفلاحيه وثقافيه كبيره، واليوم هذه فرصه باش نتصنتوا الاشكالات ديال المنتخبين على مستوى الجماعات، الانتظارات ديال الساكنه ديالهم في البنيات التحتيه، وكذلك فرصه باش نتقاسموا ما تم انجازه لصالح يعني المواطنات والمواطنين المغاربه. المنجز الحكومي اللي هو منجز كبير سواء فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، ملايين الاسر المغربيه اليوم غادي تلقى دعم مباشر ادناه اقله 500 درهم 10000 ريال ابتداء من نهايه هذا الشهر هذا. ملايين الاسر المغربيه اليوم غادي تضمن واحد المعيش كريم. القطاع ديال الصحه اللي كان واحد القطاع اللي مهم جدا، وسمعنا الاشكالات اللي كيعانيوها المواطنات والمواطنين مع القطاع الصحي. اليوم ازيد من 1200 مركز صحي تم التهيئه ديالهم بواحد الشكل اللي كيضاهي المصحات الخاصه. اليوم كاينه استراتيجيه ديال الحكومه عن طريق الرفع من العدد المهني ديال الصحه باش ما نلقاوش مازال ما نبقاوش نسمعوا هذه القضيه ديال راه ما كاينش الطبيب وما كاينش الفرملي. 3 ديال الكليات الطب جديده تزاد في بني ملال وفي درعا فيلالت وفي قلميم وادنون. 3 المستشفيات جامعيه تزاد باش يكون عندنا 12 مستشفى جامعي على المستوى الوطني، وهذو كلهم اجراءات القطاع ديال التعليم اليوم اللي كنتقدموا في الحل ديال المشاكل ديالو اللي عمرات لي ازيد من 30 سنه. المشاكل ديال 12 فئه اليوم تفكات في الحوار الاجتماعي. زياده عامه ديال الاجور ديال 1500 درهم اللي هي اكبر زياده في تاريخ هذا القطاع، اكبر يعني زياده في الاجور. بالتالي اليوم ما يمكن لنا الا اننا نعتزوا بهذه المنجزات، وكذلك اننا نطلبوا المزيد باش ملي نجيو عند المواطنين بواحد الحصيله في سنه 2026 في سنه 2027 يكونوا هاد المنتخبين راضيين ويواجهوا الساكنه بوجههم احمر وبراسهم مرفوع.